اهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة ال HTML. في الفيديوهات اللي فاتت عرفنا ان ال HTML هي اللغة الستاندرد اللي بنستخدمها في الويب، واللي هي طبعا لا غنى عنها في الويب لان هي اللغة الوحيدة اللي من خلالها بنقدر نكتب هيكلة صفحتنا او عناصر صفحتنا. وفي الفيديو اللي فات شفنا كمان ال HTML ليه موقع الفيسبوك عشان خاطر نقدر نشوف مع بعضينا ازاي بيكون متكون وايه هي العناصر بتاعته. احنا النهاردة هنبدأ نكتب اول كود في ال HTML عشان خاطر نقدر نشوف مع بعض ازاي بتشتغل. هنبدأ ننشأ مع بعض فولدر مشروع ال HTML، وهنا نقدر نيجي نعمل نيو فولدر طبعا في اي حتة عندك في الكمبيوتر، مش لازم تكون في الديسكتوب. انا هنا هنشوف الديسكتوب. يفضل دايما يكون اسم المشروع مكتوب بالانجليزي، وحاول دايما يكون كل حاجة موجودة في صفحة البرمجة تكون كمان بالانجليزي، لان دي اعتبر حاجة بيست براكتس او بمعنى الكلمة حاجة يفضل ممارستها، علشان خاطر كمان ده هيساعدك في الانجليزي. وكمان عشان خاطر لو حد بعدك شاف الكود، مثلا لو حد مش مصري يقدر يكون فاهم اللغة دي، اللي يعتبر الانجليزي اللغة الستاندرد في الويب، فبالتالي يفضل انك تكون كل حاجة في الصفحة او عموما في المشروع تكون مكتوبة بالانجليزي. كمان في حاجة تانية في اسم المشروع، يفضل دايما انك ما يكونش فيه سبيسز او مسافات، علشان خاطر ما يواجهكش مشاكل لما تيجي بعد كده تعمله ديبلوي او تيجي ترفعه على النت، علشان خاطر طبعا الناس تقدر تشوفه، زي مثلا ما نقدر نشوف احنا الفيسبوك ونقدر نشوف اليوتيوب ونقدر نشوف اي موقع. بالتالي يفضل دايما ان المشروع بتاعك يكون مكتوب من غير اي سبيسز. هنا طبعا ممكن نسميه احنا فرونت انس. ممكن تكتبه بالطريقة دي، طبعا ممكن نكتبه كده، نكتبه بأي طريقة، لكن أهم حاجة ما يكونش فيه سبيسز. بعد ما نشأنا الفولدر نقدر نفتح التكست اديتور اللي احنا حملناه، واللي هو الفيجوال ستوديو كود. ده احنا شرحنا في الفيديو اللي فات ازاي نقدر نحمله ونسطبه. بنقدر نفتحه، بنقدر نعمل open folder، وبعد كده بنقدر نخش على الديسكتوب، وبعد كده بنختار الفولدر اللي احنا نشأناه، واللي هو في الحالة دي front underscore ends. بالتالي هو كده فتح لنا الفولدر ده. بنقدر ننشأ ملف جديد، بنقدر ننشأه من الايكون دي، نقدر ندوس هنا ننشأ ملف ال HTML. يفضل دايما ان ملف ال HTML يكون اسمه index.html. طبعا دوت HTML ده عشان خاطر نقدر نوصف ان الملف اللي احنا نكتبه ده ملف HTML. طبعا لو كنا عايزين نكتب ملف CSS كنا نعمل دوت CSS وهكذا. لكن كلمة اندكس دي احنا بنستخدمها علشان خاطر لما يخلص المشروع مثلا بتاعنا، وبعد كده نيجي نرفع المشروع بتاعنا على السيرفر. هو طبعا السيرفر تلقائيا بيحاول يدور على الفايل اللي اسمه index.html علشان خاطر يكون هو اول صفحة موجودة في الموقع. يعني مثلا لو احنا مثلا سمينا موقعنا frontends.com، السيرفر بيروح تلقائي بيدور على index.html عشان يخليها هي دي الصفحة الأساسية بتاعت أول لما الشخص يكتب frontends.com في السيرش. ثانيا index.html برضو بتساعدنا ان احنا نبقى عارفين ايه هو تنظيم الملفات. يعني بنبقى عارفين ان موقعنا بيبدأ من الصفحة دي، وبعد كده مثلا لو في صفح تاني بيبقى اساميهم بنقدر نشوفها جوه الصفحة التانية. مثلا بنقدر عن طريق الانكور تاج وده اللي احنا نشوفه مع بعضينا لما نيجي نشرح العناصر، نتنقل من صفحة لصفحة تانية. فيفضل دايما ان يكون الاسم index.html. طبعا ده لازم يكون لاول صفحة لنا بس مش اكتر. بعد كده لو عندنا اكتر من صفحة نقدر الصفحة التانية نسميها الاسم اللي يدل على المحتوى بتاعت الصفحة دي، لكن دايما يفضل اول صفحة يكون اسمها index.html. اول حاجة هنشوفها في صفحة ال HTML هي حاجة اسمها الدوك تايب. الدوك تايب بتتكتب ان بنعمل علامة اصغر من، بعد كده علامة تعجب، وبعد كده بنكتب كلمة دوك تايب، وبعد كده بنكتب الفيرجن بتاع ال HTML اللي احنا هنستخدمه. في الحالة دي ان احنا نكتب HTML بس، ده معناه ان احنا في الفايل ده هنكتب HTML5. طبعا لو احنا مثلا محتاجين نستخدم ال HTML4، طبعا انا بس بحط لكم المثال هنا علشان خاطر تبقى انتوا عشان لو شفتوا في حتة تاني تبقوا انتوا فاهمين ان ده فيرجن 4. هنلاقي ان الدوك تايب مكتوب بالطريقة دي. ده معناه ان ال HTML اللي موجود في الصفحة دي هو HTML الاصدار الرابع ومش الاصدار الاخير. لكن طبعا في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي دي هنستخدم الدوك تايب HTML، وده معناه ان احنا بنستخدم اخر اصدار ال HTML.
الدوك تايب ما يعتبرش عنصر HTML، لكنه مجرد معلومة للبراوزر عشان البراوزر يقدر يعرف من الكود بتاعنا ان ده عبارة عن كود HTML5. هنبدأ نشرح مع بعضينا أول عنصر في ال HTML وهو عنصر ال HTML. زي ما انتم شايفين في ال HTML العنصر بيتكتب بالطريقة دي، اللي هو بنعمل علامة أصغر من، بعد كده اسم العنصر، وبعد كده علامة أكبر من. وهنا شايفين ان بيبقى فيه، لما احنا كتبنا HTML لقينا ان الفيجوال ستوديو كود لوحده عمل لنا قفلة العنصر، وده هنا بيكون اسمهم opening tag والclosing tag، ودول طبعا بنستخدمهم احنا علشان خاطر بنقدر نحدد بيهم بداية ونهاية كل عنصر في الصفحة، وده طبعا بيساعد المتصفح يعرف الجزء ده من الصفحة بيبتدي فين وبيخلص فين علشان خاطر يقدر يعرضه بالطريقة المظبوطة. الفرق ما بين الاوبننج تاج والكلوزنج تاج ان الاوبننج تاج بيبقى متكون من علامه اصغر من، بعد كده اسم العنصر، وبعد كده علامه اكبر من. لكن الكلوزنج تاج واللي هو عنده بينتهي العنصر بتاعنا بيبقى فيه علامه سلاش زياده بعد علامه الاصغر من. طبعا هنا بنقدر نكتب كل كود ال HTML اللي احنا محتاجينه وجوه عنصر ال HTML، وطبعا بعد بدايه الاوبننج تاج وقبل نهايه الكلوزنج تاج بنستخدم عنصرين مهمين، واول عنصر فيهم هو الهيد، تاني عنصر فيهم هو عنصر البادي. طبعا كل عنصر من دول هنشرحه شرح تفصيلي في الفيديو بتاعه، لكن دلوقتي احنا هنشرح شرح سريع عنهم علشان خاطر بس نقدر نشوف مع بعضينا اول صفحة ال HTML. هنلاقي في عنصر الهيد كل حاجة كل حاجة تخص الصفحة او كل حاجة تخص معلومات الصفحة، لكن دي معلومات ما بتظهرش لليوزر. دي معلومات بتكون مثلا مفيدة للبراوزر مثلا عشان خاطر مثلا نقدر نحدد فيها التايتل بتاع موقعنا، وبنقدر نحدد فيها الميتا داتا، وهي دي الحاجات اللي بتخلي جوجل يكون عارف موقعنا، او مش بس جوجل، او عموما السيرش انجن يقدر يكون فاهم ان الموقع بتاعنا بيتكلم عن ايه، والموقع بتاعنا جوه الهيد برضو احنا بنقدر نحط elements زي اللينك والسكريبت، دول اللي احنا بنستخدمهم علشان خاطر نقدر نوصل ملف CSS او جافا سكريبت لصفحتنا. انما عنصر بادي بيكون فيه كل حاجه بتظهر لليوزر، اذا كان نص او صوره او فيديو او اي تاج احنا بنحطه هنا، ده اللي اليوزر بيكون بيشوفه. دلوقتي احنا هنعمل مع بعضينا مثال ونقدر نشوف مع بعضينا اول صفحه HTML. طبعا قبل ما نتعمق في شرح كل عناصر الهيد او البادي، ان احنا نحط عنصر ال H1، وده طبعا هنشرحه لما نيجي نشرح عناصر البادي. وده عباره عن هيدنج، وده طبعا من جواه مثلا هنا نكتب welcome to front ends page، وطبعا نسيب. نقدر ان احنا نخش على الفرونت اندز، على الفولدر اللي احنا نشأناه، وان احنا ندوس على اندكس. هنلاقي ان الاتش 1 اللي احنا كاتبينه ظهر في البراوزر. طبعا لو انا عملت تعديل هنا مش بقدر اشوفه بطريقه مباشره، بضطر ان انا اخش اعمل ريفرش للصفحه اللي عندي، او ان انا اقفلها واشغلها تاني. وطبعا علشان خاطر نحل المشكله زي دي، انا كنت قبل كده عندنا ان احنا موجود اكستنشن في الفيجوال ستوديو كود وهو اسمه اللايف سيرفر. لو احنا هنا في الاكستنشن كتبنا لايف سيرفر، هنلاقي ان موجود الاكستنشن ده. انا فاضل انتوا تحملوه لان الاكستنشن ده مفيد جدا، ان انت بعد ما بتحمله بتقدر تخش على صفحه HTML، تقدر تدوس من هنا من تحت جو لايف، او لما تدوس كليك يمين تدوس على اوبن ويز لايف سيرفر. ده بيكون مفيد جدا ان احنا لما بنيجي نعمل تعديل بنقدر نشوفه بطريقه مباشره على طول، من غير ما بنضطر ان احنا نروح على الصفحه نقفلها او نبدا نعمل ريفرش عشان خاطر نشوف التعديل. وكده يبقى احنا شفنا مثال مع بعضينا بسيط على صفحه ال HTML، ومن اول الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نتكلم بتفاصيل على كل العناصر اللي احنا بنستخدمها في الهيد او في البادي. شكرا.